في بداية حياتك لازم تبقى عارف إن أكبر خطأ ممكن ترتكبه إنك تفتح مشروعك الخاص. حاول تنضم لشركة وتكون جزء من كوربريت كبيرة بحيث إنك تقدر تكتسب سكيلز، وفي الفترة دي حاول تشوف إيه الجدارة اللي عندك وإيه السكيلز المناسبة ليها. اشتغل كتير قوي على السكيلز دي وتعلم فيها اكتر لحد ما تكون مميز فيها، وهتتفاجأ ان السكيلز دي بدأت تجيب لك عائد كبير جدا. انت هنا مؤهل لأول نقطة، وهي انك انت تبدأ تدخر، ثم بعد كده هتبدأ تنتقل لمرحلة الاستثمار. لكن بداية انت محتاج تستثمر في مهاراتك. اوعى في بداية حياتك تبدأ اي شكل من اشكال الاستثمار غير الاستثمار في مهاراتك. ننتظركم في برنامج الرشد المالي على منصة رشيد.